من مكاسب مباراة الأهلي وإنبي رغم تعادل الأهلي وخسارة نقطتين إلا إن المباراة كان فيها مكاسب كتيرة جدا. أولها تألق كهربا. كهربا النهاردة سجل هدفين وقدم نموذج تحب تشوفه من كهربا، سواء في الفينش بشكل مميز جدا بالراس أو في الهدف الثاني التحرك وطلب الكرة من محمد هاني والفينش بشكل مميز. فكهربا قدم مباراة كان أفضل لاعب فيها، ونتيجة المباراة النهاردة ظلمت كهربا بشكل كبير جدا. رقم اتنين، صناعة طاهر محمد طاهر لهدف، وده شيء مميز جدا وشيء نادر جدا انه يحصل. كون طاهر النهارده بيقدر يصنع هدف بيرد علينا كلنا كأهلاوية، هدف كمان صناعة فيه مهارة كبيرة جدا من طاهر من البداية، بيراوغ لاعب انبي مرة واتنين وتلاتة وبعد كده بيصنع الهدف، فده شيء مميز جدا من طاهر. رقم تلاتة، صناعة محمد هاني لهدف، وده شيء زي ما قلنا برضو على طاهر، نادر ان محمد هاني يصنع اهداف. محمد هاني بيصنع هدف بشكل مميز جدا وبيتألق، فده مكسب من مكاسب المباراة. رقم أربعة من مكاسب المباراة ظهور قفشة بمستوى جيد. رقم خمسة من مكاسب المباراة دخول أحمد عبد القادر، حتى لو ما قدمش أداء مطلوب أو ما خدش وقت كافي، لكن كونه إنه بياخد داخل المباراة دي حاجة لازم تحسب لأحمد عبد القادر إنه يكون موجود، لأن أحمد عبد القادر محتاج ياخد فرصة، في مكسب إن هو ياخد فرصة في مباراة زي مباراة إنبي. رقم ستة، رجوع وسام ابو علي من الاصابه. كون وسام ابو علي هيرجع من الاصابه ان شاء الله ويبقى اساسي النادي الاهلي، ده هيكون اضافه لخط هجوم النادي الاهلي ان شاء الله. دي مكاسب المباراه النهارده. سلبيات المباراه الاخطاء الدفاعيه. اخطاء دفاع الاهلي ان احنا بنستقبل هدفين. الاهلي بعد ما كان متقدم مره 1-0 مره 2-1، عمري ما شفت الاهلي في اخر دقيقه بيستقبل هدف التعادل، وده معناه ان اللاعيبه تحس انها شبعت استسلمت، واثقه من الفوز بزياده عن اللازم. وكمان من سلبيات المباراة مشاركة عمر كمال عبد الواحد في مركز الباك الشمال، دي حاجة أنا مش مفضل ما بحبهاش، ومش مفضلة بالنسبة لي إن لاعب مركزه يبقى باك يمين، علشان أبدأ أعمل تبديل أو أريح علي معلول أحط عمر كمال هو اللي باك شمال. عندي كريم الدبيسي يقدر يلعب باك شمال مش عمر كمال عبد الواحد. دي مكاسب وسلبيات مباراة الأهلي وإنبي النهاردة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. أتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده، لو لسه أول مرة بشوف قناة تشترك في القناة، فعل الجرس وسيب لايك وكومنت الفيديو، وان شاء الله اوصلك كل جديد.